من اكتر الاسئله اللي بتتسال لي الفتره دي بقى، نعمل ايه في كلف الحمل يا شاهي؟ نتصرف معاه ازاي؟ احنا تعبنا ومفيش حاجه محوقه ومفيش حاجه مقصره، عايزين نتصرف. طيب انا هقول لكم على حاجه ممكن تعملوها في بيتكم تحل معاكم الموضوع يعني بشكل مؤقت لحد بس ما نقدر كده نصرف شويه. وممكن كمان خلطات نعملها في البيت، بس طبعا هنشتري الزيت دي من بره. وممكن كمان اقول لكم على كريمات تجيبوها، بس واحده واحده. هنبتدي دايما بالاسهل، ازاي نقدر نعمل حاجه في بيتنا ما تكلفنيش حاجه خالص وتشيل معانا شويه الاسمرار. وكالعاده هنبتدي بالخلطه اللي هتتعمل في البيت من مكونات موجوده في كل البيوت، مش هنحتاج نشتري اي حاجه من بره. بس بكرر تاني، هي هتعمل فرق في الترطيب وهتعمل فرق في التبييض، ولكن برضو هنحتاج معاها زقه نشتري حاجه من بره. لكن ممكن تستغني عن الحاجه دي لو انت الكلف عندك مش سوبر واو يعني. خلينا يلا نبتدي بالخلطه الاولى. ممكن تجيبي زبادي معاه نشا معاه كركم. هتقولي لي كركم يا شاهي في المناطق الحساسه وبتاع، بس هنحط معلقه صغنططه خالص 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 لا تذكر يعني. بصوا ظهر المعلقه كده كده خلاص. بعد ما هنخلطهم مع بعض هنعملهم كانه ماسك، يتحط لمده 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين نمسحه بالقطنه. بس لازم قبليه نبقى منضفين المكان كويس قوي 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 بالميه السخنه. يا ريت محدش يفتي ويعرض المكان ده لاي نوع من انواع الكحول، بيقول اصل انا كده بطهر المكان من الميكروبات والفيروسات، عشان ساعتها مش هينفع خلاص. احنا هنستخدم الكحول على هدومنا، على بشرتنا او ممكن من بعيد كده على بشرتنا. الكحول ال90 اللي اتفقنا عليه قبل كده. اي نوع من انواع الكحولات بعد كده مش هنستخدم، لا 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 غلط. طيب دي خلطه ممكن نعملها كل يوم او يوم بعد يوم لمده 10 ايام، لمده اسبوعين براحتكم. ولكن مش عايزين نطول فيها قوي، لان التطويل فيها قوي مش هيعمل حاجه قوي. لان الهدف من الخليط ده ان هو يرطب المكان، وطبعا النشا بيساعد على تبييض الاماكن الحساسه واي حاجه في بشرتنا. لو حابين بقى نزق زقه كده بحاجه نجيبها من بره تلغلط الدنيا معانا، زيت الورد بنحط برده في حدود معلقه، يعني معلقه زبادي، نص معلقه نشا، معلقه زيت ورد، ونطره من الكركم. نخلط ونحط برده من 10 دقايق لربع ساعه، يوم ويوم لا. ننضف المكان كويس بميه سخنه، وبعد كده ننضف برده بالميه الساقعه، بس بعد ما نمسح بالقطنه اللي هي الدايره اللي هي بتاعه الميك اب، مش القطنه العاديه. لان القطنه العاديه دي الشعيرات اللي فيها دي اوقات بتدخل تحت المسام وما بنحسش بيها وبتعمل كوارث. بعدين هبقى اكلمكم في الموضوع. المهم دي اول خلطه معانا. الخلطه الثانيه هي عباره عن مجموعه زيوت تقدروا تجيبوها من اي عطار وتعملوها في بيوتكم. هي امنه جدا جدا جدا، وهو ده المنتج بتاعي اللي انا شغاله عليه، وده سحر في كلف الحمل، ومفيش حاجه جابت معايا نتيجه غيره ده مبدئيا. يعني في حاجات تانية هي جابت نتيجه مع ناس اخرى، ولكن بصراحه مع تجربتي انا الشخصيه ما كانتش سوبر واو خالص. طيب الخليط ده عباره عن ايه؟ مجموعه الزيوت دي زيت ورد، زيت لوز المر، وزيت ليمون. زيت ليمون يا شاهي في المناطق الحساسه انت بتهزري؟ لا ما بهزرش. زيت الليمون مش الليمون، عشان في فرق بين الاثنين، وحرفيا سحر، وهتدعوا لي عليه بعد كده. كميه الريفيوهات اللي عندي من الزيت التفتيح والترطيب بتاعي غير طبيعيه، ادخلوا عندي وشوفوا. يعني النتائج مبهره، حقيقي مبهره. انا شخصيا كنت طول فتره الحمل بحاول اعمل حاجات تفتح، مع يعني كلف الحمل ظهر لي في اواخر كده، اخر 3 شهور كده ما كانش في اي حاجه جايبه نتيجه خالص. لما خلاص ولدت خلاص والدنيا بقت تمام، بدات استخدم الزيت ده مره الصبح ومره بالليل، نتيجه روعه. جيزي يا بنت يا شاي يا بنت شوش، عايزين المقادير، عايزين نعمل الوصفه، خلينا نخلص يلا بينا. المقادير كالاتي: 75 مللي زيت ورد، 50 مللي زيت ليمون، 25 مللي زيت لوز المر. اخلطي. لو انت ما عندكيش زيت اللوز المر، عايز تستبدليه بزيت الجوجوبا مفيش اي مشكله، عايزه تستبدليه بزيت السمسم مفيش مشكله. بس خلينا واضحين ان اللوز المر بيدي ريحه احلى مع المجموعه اللي احنا قلناها، بلس ان ريحته بتدوم اكتر، بلس بقى كل اللي احنا بنقوله ده بصراحه ترطيبه اعمق بكتير والذ، وبيخلي كده البشره سموث قوي، وبيداري فيها اي عيوب. والله هتعملوها وهتشوفوا وهتدعوا لي. المهم
ان انتوا هتستخدموا برده القطنه المدوره. اي حاجه هنمسحها في المناطق الحساسه عندنا لازم نستخدم القطنه المدوره بتاعه ازاله الميك اب، مش القطنه العاديه، علشان يا جماعه المسام في الحاجات دي بتبقى سنسيتيف جدا، والشعيرات بتاعه القطن بتدخل جوه والله العظيم تعمل كوارث بجد. طب احنا بقى لو عايزين نستخدم حاجه من الصيدليه، منتج من الصيدليه نجيبه ونريح دماغنا بدل الهري ده كله. المنتج ده دي تاني تقريبا مره اجيبه، هو لطيف جدا ولذيذ جدا، عنده بس مشكله واحده ان ريحته مش الطف حاجه، فلما بيقعد فتره طويله على الجسم بيخلي الريحه مش الطف حاجه خالص. المنتج ده اسمه برايت لوك، تمام؟ هو على فكره رخيص مش غالي، هو تقريبا كان عامل 60 او 70 جنيه حاجه كده. هو طبي يعني، انا جايباه من الصيدليه، لطيف. مشكلته الريحه، فانتوا لو هتستخدموه يا ريت اخركم ساعه وتتشطفوا وتخلصوا من الريحه، لانه بجد ريحته مش لطيفه خالص. وطبعا ده استخدام خارجي، وكل اللي احنا قلناه ده استخدام خارجي، مش عايزه حد يستخدم استخدام داخلي عشان ما يحصلش اي مشاكل والتهابات وصديد بعد الشر عنكم، وندخل بقى في دايره ثانيه خالص. بدل ما احنا عايزين نفتح، احنا عايزين نتعالج من الالتهابات، والانفكشن اصلا لوحده بيعمل اسمرار، فمش عايزين ندخل في الدايره دي. هتعملوا الحاجات دي وتجربوها وهتدعوا لي، واسمع الدعوه بودني. لو عجبكم الفيديو ده شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايزين اي وصفه ثانيه اكتبوا لي في الكومنتس عشان اعملها لكم المره الجايه.